فيلم السراب ده بيتكلم عن شاب هو نور الشريف، بسيط جدا لكنه خجول قوي، وما بيعرفش يتعامل مع الناس وما عندوش مهارات اجتماعية جيدة بسبب ان والدته كانت محاطة بيه قوي قدر من الرعاية صعب قوي، اللي هو حط جورنال تحت هدومك عشان ما تبردش، البس مش عارف ايه، خد سندوتشات معاك. كان بياخد سندوتشات معاه لحد ما راح الشغل، كان بتعمل له سندوتشات يروح بيها الشغل. فكانت يعني بتحرص عليه بشكل مبالغ فيه بصراحة. اما جده اللي هو عم بدور عباس فارس فكان شايف ان التربيه دي هتبوظه، وبالفعل هي بوظته وسببت له امراض كتيره قوي. في حياته بقى العاطفيه وما شافش غير الخدامه تقريبا اللي كانت شغاله معاهم، ويحاول انه يعتدي عليها، ولكن طبعا الموضوع ده ما تمش، او تم والمخرج ما جابوش لينا. بعد كده الدنيا بتتطور معاه، بيتعرف على ماجدة بتتعرف عليه، هو طبعا خجول جدا. بيصل بيه الامر ان هو في بعد ما بيبقى متزوج ما بيعرفش يقيم علاقة سوية مع زوجته. الفيلم ده كان جريء جدا، ورواية نجيب محفوظ بالمناسبة، وزوجته ما بترضاش تتكلم خالص، ان هو يعني لحد وقت بعيد قوي ما تعاملش معاها كزوج بشكل طبيعي، ويعني بتحاول بكل الطرق انها تخليه يكسر الخجل بتاعه. نور الشريف بيذهب في المجتمع طبعا لاحتمالات كتيرة، لحلول كتيرة، منها انه بيجرب وصفات طبية ووصفات من عند العطارين، منها انه بيتعرف على فتاة ليل اللي هي قايمة بدورها تحية كاريوكا في الفيلم ده. وبعد فترة ماجدة بتروح لدكتور نفسي نتيجة الحالة النفسية اللي بتجيلها بسبب ضغط الأم طبعا عليها، كل شوية بتسألها إن الأمور مشيت بشكل طبيعي بعد ليلة الدخلة ولا لأ، فطبعا بتتهرب من اللي ده. في الأوقات اللي زي دي نور الشريف بيرجع بيته كل شوية سكران وكده، وساعات بيروح لتحية كاريوكا، وغريب جدا إن هو بيعرف يقيم علاقة مع تحية كاريوكا. وهنا مشهد من المشاهد بتاعت الأفلام اللي بتفكرنا دايما بمحبوب عبد الدايم، والمشهد اللي هو بتاع القرنين المعروف ده اللي هو فيه إيحاء إن هو قواد، وعندنا مشهد شبيه بده. هنا تحية كاريوكا لما بتركب الكاريتا مع نور الشريف، والمفروض ان هم يروحوا مكان عشان يقيموا علاقة مع بعض، فالمخرج بيجيب لنا اللي سايق الكاريتا بكادر كده والحمار قدامه، فبيجيب لنا ان الودنين بتوع الحمار لكنهم فوق سائق الكاريتا، وكأن سائق الكاريتا قواد. فهو يعني المشهد ده بيجي بعد ما نور الشريف بيسأل تحية كاريوكا طب والراجل اللي معانا ده ازاي هنروح وهو موجود، فبيجي الكادر ده وبتتعب تحية كاريوكا بما يعني انها عايزة تقول ان الراجل ده قواد، فعادي جدا ان احنا نروح لمكان زي ده وهو موجود معانا. ماجدة بتلاحظ ان نور الشريف بيبدأ يتصرف او يتعامل معاها كزوجة بقى اول ما بيلاقيها لابسة لبس قريب من لبس الخدامات، يعني لبس المنديل بتاع الترتر ده اللي كانت بتلبسه الخدامة زمان، حست ان هو ممكن يكون الحل، فبدأت تلبس اللبس بتاع الخدامة ده. فبيحصل ان نور الشريف بيضربها، اصبح بقى مريض نفسيا وعنده عقد كتير جدا، وبتروح ماجدة وقتها لدكتور نفسي اللي هو رشدي أباظة. ان الدكتور النفسي ده ما بيكونش سوي قوي كدكتور محترم يعني، لكنه بيستغل انها بتحكي له انها ما اقامتش علاقة مع زوجها لحد دلوقتي، وده شيء تسبب لها في مشاكل نفسية، فبيحاول يستغل ده وبيحاول يعتدي عليها جنسيا. لكن طبعا هي بتستسلم لكده، طبعا ده موضوع غريب، وبيحصل علاقة بينها وبين رشدي أباظة. فيلم السراب بقى بيكمل بعد العلاقة اللي بينها وبين رشدي أباظة دي وكده، وبتقع طبعا في مشاكل كتيرة جدا. الفيلم ده يعني نفسيا فيلم جميل جدا، فيلم بيتكلم عن تشريح فكرة الست اللي هي مسيطرة على ابنها وعايزاه يمشي زي ما هي عايزة بالظبط، وقد ايه ده ليه انعكاسات مدمرة على شخصية الأبناء. وده نجيب محفوظ طبعا وضحه، ونجيب محفوظ عمل حاجات كتير على فكرة في الحتت دي، في عقدة أديب وعقدة التملك والنرجسية والانتهازية، عمل حاجات كتير قوي لها علاقة بتشريح الصفات البشرية
والمشاكل النفسية حتى. فكان الفيلم ده مهم جدا انه يتكلم عن الحاجات دي، وكان اول فيلم لنور الشريف. ونور الشريف ابدع في الفيلم ده، عمل حاجة جامدة قوي، يعني مش معقولة، حاجة صعبة جدا. الدور كان مركب جدا ومعقد جدا، ويقال يعني ان البحث عن فكرة ممثل يعمل الدور ده ما كانتش سهلة، مش سهلة خالص ان انت تعمل حاجة زي كده. انا شفت الفيلم ده اول مرة وانا صغير، كان فيلم بشع جدا وصعب جدا بالنسبة لي، العقد اللي كان فيها. فكان في لعب بالكاميرا كده زمان عشان يوصل لك بعض الرسائل يعني. وطبعا فكرة هوسه بالخادمات اللي كانت موجودة في الأول، وده يعني برضو حاجة نفسية اتكلم عنها نجيب محفوظ. فكرة إنه كان له علاقة بالخدامة اللي كانت عندهم، ويعني برضو بيغوص نجيب محفوظ دايما في طبائع مختلفة من الناس، حتى لو كانت طبائع منحرفة أو شاذة زي الموجودة في الفيلم. مش شاذة شذوذ جنسي يعني، انحراف غريزي عموما يعني. المهم الفيلم ده طاقم العمل بتاعه نور الشريف طبعا بطولة، ودور الأم طبعا عائلة راتب اللي هي عملته بجدارة جامدة جدا، ممثلة فعلا تقيلة. وتحية كاريوكا، ماجدة بطلة الفيلم كانت قايمة بدور رباب، ونور الشريف طبعا كان اسمه كامل في الفيلم. عائلة راتب بدور إقبال أم كامل، تحية كاريوكا دور عنايات، عباس فارس طلع بدور الجد، ورشدي أباظة طلع دكتور أمين ضيف شرف في الفيلم يعني. عزيزة حلمي والدة رباب، وزينات صدقي أم مصطفى الخدامة زي ما قلنا، أو اللي كانت برضو بتساعدهم في البيت. وزينات صدقي هي دور الست اللي بتساعدهم في البيت يعني وقتها، أم مصطفى. ويعني كان في ميمي جمال في الفيلم، وزينات علوي الراقصة، وأحمد عبد الوارث كان لسه بادئ موجود في الفيلم. سمير غانم بالمناسبة موجود في الفيلم ده برضو. ويعني الفيلم إنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون بالاشتراك مع المنتجة اللي هي ماجدة برضو. محمد أبو الفتوح مدير الإنتاج، المونتاج لكمال أبو العلا ومارسيل صالح كان نيجاتيف. والفيلم من تأليف علي الزرقاني ونجيب محفوظ. علي الزرقاني طبعا سيناريو وحوار، ونجيب محفوظ مؤلف القصة. وقول لنا رأيك في الفيلم لو كنت شفته، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وشير بقى عشان المحتوى يوصل ويبقى أكبر من كده. وانتظرنا في الحلقات الجاية.